السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول حاجة نعرف لكم بنفسي، معكم سليمة لا ساج فام، صاحبة دار الولادة كرسيف. مرحبا بكم في القناة ديالي. لهذا أول فيديو لي غادي نحطو في القناة إن شاء الله. قلت علاش لا ما نديرش اون شان يوتيوب اللي ننفع بها الناس ونستنفع بها حتى انا، علاش لا. ومرحبا بكم. واختاريت اليوم كأول فيديو إن شاء الله هي طرق تسريع الحمل، اللي بزاف من النساء ما كيعرفوش يعني شنو خصهم يديروا شنو ما يديروش، وداكشي علاش انا قررت اليوم نبدا لكم بهذا الفيديو ان شاء الله. اول حاجه غادي نهضر عليها هي الرعايه الصحيه، يعني قبل محاوله الحمل. ما فيها باس ان المرأة ان شاء الله قبل ما تزوج كاع تمشي دير ان بتي كونترول عند الجينيكو، تشوف الامور ديالها كي دايره، تشوف البنيه الصحيه ديالها من داخل كيفاش دايره، واش عندها شي كيس، عندها شي مشكل، عندها لا ريغل ايريغولي يعني ما منظمينش محتاجه تنظمهم ولا شي حاجه. دير واحد الكونترول خفيف ظريف عند الجينيكو ديالها، سواء بوحدها سواء هي ولا باغي ديالها، وان شاء الله يكون خير. ثاني حاجه اللي خاص كل سيده تكون كتعرفها هي الموعد ديال الاباضه عندها فوقاش كيكون، ايام التبويض، وتكون عارفه الدوره الشهريه ديالها عندها شحال فيها، واش منظمه ولا ما منظماش. وهي يعني طريقه سهله باش السيده تحسب شحال عندها في لو سيكل مونستريال ديالها. عادي كتشدي لو بروميي جور دي ريغل ديال هاد الشهر هذا مثلا، كتستناي الشهر الماجي كتشوفي عاوتاني فوقاش جاوك لي ريغل، وكتحسب كديري هاد القضيه واحد 2 ولا 3 موا، كتبقاي تسجلي لي دات ديالك صايي. اون فوا كتسالي هاد 3 موا كتحسبي من لو بروميي جور دي ريغل حتى لي ريغل الجايين شحال كان عندك في لو سيكل في الشهر الاول، الشهر الثاني، الشهر الثالث، هكا كتعرفي واش لي ريغل ديالك منتظمين ولا ما منتظمينش، وشحال عندك في الدوره الشهريه. هذه اول حاجه. ثاني حاجه كتشوفي ايام التبويض، واش كان عندك مثلا لو سيكل ديالك فيه 28 يوم، واش فيه 30 يوم، واش فيه 32، واش لو سيكل طويل ولا قصير، واش فيه غير 26 يوم، وكتحسبي داك الساعه النصف ديالو فوقاش كيكونوا ايام التبويض. وهاد القضيه ديرها ساهله وبسيطه جدا البنات، راه كاينين دي زابليكاسيون كتيليشارجيها كتبقى تحسب لك هي اوتوماتيكمون، كتحسب لك فوقاش ايام التبويض وفوقاش يعني فوقاش خاصك تمارسي العلاقه الزوجيه مع راجلك، وفوقاش يعني ما قدرش يكون حمل، كاع هاد الحويجات هادو. اما ندوزو المساله الثالثه اللي كيقول لك ودي كاينين واحد الوضعيات ديال الجماع الا درتيهم مع راجلك تقدري تحملي، هادي ما كاينش زعما شي وضعيات سبيسيفيك اللي تقدر المراه انها ديرهم باش غادي تحمل. كاينه حاجه وحده البنات اللي ننصحكم بها، يعني مور الجماع مور العلاقه الزوجيه، انك ما تنوضيش مباشره، يعني كتبقاي شويه في الفراش ديالك مسرحه حتى كيدوز، يعني كتصبري واحد ربع ساعه 20 مينوت هكا ان شاء الله، عاد كتنوضي داك الساعه، يعني باش ما كتخلي هادوك يعني الحيوانات المنويه يدخلوا. وبنات بزاف منا كتكون كتاثر بسيشيكمون ملي كيبقاو عليها فوقاش تحملي، فوقاش بزاف هادي باش تزوجي خاصك تحملي، خاصك وليدات، خاصك ديري، خاصك هادي. خويو ليا راسكم البنات من هاد الافكار هادو، حيت كياثروا عليكم بالسلب. حيت شحال ما بقيتي كديري في راسك دير خاصني نحمل، خاصني ندير، خاصني هادي، خاصني هادي، داك الساعه كتبقاي بسيشيكمون مريضه، وحتى لو بسيشيك كيأثر لكم على هاد القضيه ديال الحماله، وكيأثر لك على التبويض ديالك وداك المسائل كامله. لذلك الناس كنصحكم يعني بعدم الافراط في محاوله الحمل، يعني ما تبقايش نتيا ستريسي مع هاد الحوايج هادو. عادي البنات راه فوقاش كنقولوا يعني المراه راه عندها مشكل وما حملات وداكشي، حتى كدوزي عام ديال الزواج وانتي كتاخدي لا بيلول حتى شي حاجه، عاد داك الساعه نقدروا نقولوا بان راه عندك مشكل وخاصك استشاره طبيه تعرفي المشكل شنو عندكم. يعني المشكل عند الكوبل بزوج، ماشي بالضروره ان المراه ما حملاتش، يعني راه المشكل منها هي، سواء قدر يكون من الرجل سواء قدر يكون من المراه. يعني ما كاينش شي حاجه اللي كتقول ان صافي ما ولوش يعني راه
المرأة اللي عندها شي مشكل ولا شي مرض ولا شي حاجه، ماشي هي هذيك. حاجه اخرى البنات، خاص يعني تكون عندنا واحد حتى الراجل ديالنا ما تكون عنده واحد الكفاءه في الحيوانات المنويه. بحال مثلا ما نلبسوش، مثال بسيط، الراجل ما خصوش يلبس الحوايج مطيرين على الجهاز التناسلي ديالي، التناسلي ديالها عفوا، حيتاش هذا كيأثر له على العدد ديال الحيوانات المنويه ديالو. وكذلك البنات حتى التليفون بورطابل فاش كيديروه في الجيب حدا يعني حدا الجهاز التناسلي ديالو، هذا كيأثر على كيأثر على يعني الخصوبة ديال الحيوانات المنوية ديال الرجل وحتى العدد ديالها. وهذا الشيء راه كاين في واحد البحث كنتنشر في المجله نتاع العقم والخصوبة، ستيريليتي اي فيرتيليتي. وحاجه اخرى البنات، كما قلت ما تبعدوا لي على الضغط النفسي نهائيا. وحاجه اخرى غادي تبعدوا كل البعد على لي برودوي انتيم اللي كنستعملوا، بحال مثلا كتقولي هذا جل غادي يخلي لي ريحه زوينه يعني في الجهاز التناسلي ديالي، هادو فوطات صحيين حقا غادي نديرهم ما كيطلقوا ريحه زوينه. هاد الحوايج البنات كيأثروا على الحموضه ديال الجهاز التناسلي ديالك، يعني يقدر فوا يوصلك الحيوان المنوي المهبل ديالك كيموت، يعني ما كيحتاجش عاد انه يوصل لك للرحم باش يكون اخصاب ولا شي حاجه. هاد الحويجات كيأثروا بالسلب على الحيوانات المنويه البنات وعلى الجهاز التناسلي ديالك يعني كمرطبات. الجل انتيم خاص دائما ما فيها باش حنا نستعملوا شي جل انتيم كنيطويون، ولكن دائما نركزوا على البي اش ديالو البنات. وحتى حاجه اخرى ما فيها بس البنات بقاو نديروا شويه ديال السبور باش نحافظوا على اللياقه البدنيه ديالنا، وكنزيدوا من الخصوبه ديالنا. يعني دائما نديروا واحد النظام ديال السبور، تيو الزوج ديالك ولا تيو صحاباتك ولا كتنفعي به الذات ديالك، وفي نفس الوقت كتسولاجاي بسيشيكمون وكتساعدي نفسك حتى على سهوله الحمل. والمشاكل الاخرى هي ديال التدخين ثم التدخين ثم التدخين والكحول البنات كيأثروا على الخصوبة سواء عند الرجل سواء عند المرأة. حاجة أخرى اللي كنوصي بها أي بنت هي الإكثار من الدعاء وطلب الله سبحانه وتعالى، ودائما تبقى تردد الدعاء ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وهذه بالتجربة البنات، وأنا يعني جاو عندي سيدات ولدوا عندي في العيادة ديالي وشاركت معهم التجربه ديالهم كيفاش كان عندهم عقم وكيفاش انهم ربي رزقهم الذريه الصالحه. واحد الحاله البنات اللي ما كنساهاش نهائيا، 7 سنين ربي ما عطاهاش الذريه الصالحه، ولكن بعد هذا الانتظار كامل حملات وربي عطاها بنيته ما شاء الله، الله يحفظها لها يا ربي والله يخليها لوالديها. فرحوا بها بزاف مده 7 سنين مسكينه وهي صابره وكتسنى لا هي لا الزوج ديالها. فجات عندي باش تولد قلت لها اختي بغيت نسولك زعما شنو درتي، حيت راكم عارفين خاصنا نعرفوا حنا هاد الحويجات واش كانت كتاخد شي تريتمون ولا شي حاجه. قالت لي اختي ما عمرني ما تبعت عند شي جينيكو ولا شي حاجه، ما عمرني خديت شي تريتمون، ما عمرني خديت شي عشوب، ما عمرني خديت حتى شي حاجه. قلت لها اختي شنو كنتي ديري؟ قالت لي كنت ندير قيام الليل انا والزوج ديالي وكنطلبوا الله. قالت لي المده ديال 7 سنوات وهما كيديروا قيام الليل وكيطلبوا الله عز وجل، وربي الحمد لله سخر لها وعطاها ذريه صالحه الحمد لله. واحد البنيته ما شاء الله ما تكون عند كل محرومه البنات، والله يفرح كل وحده في خاطرها شي حاجه، واللي كيتمنى شي حاجه الله يجيبها له يا ربي ويفرحني انا معكم يا رب. وهذا الشيء اللي كاين البنات، نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو ديالي، وهذه زعما اختاريت هاد الخطوات هادو كبدايه. مازال غادي يكونوا حويجات اخرين ان شاء الله. عندكم شي اسئله شي اقتراحات بغيتوها تكون في القناه ان شاء الله خليو لي كومونتير لتحت البنات وانا نجاوبكم على كل شيء. وغادي يكون معايا ان شاء الله واحد الجينيكو اللي عندها شي سؤال
تقدر تطرحوا ويعطينا لا ريبونس ديالو. واي حاجه بغيتو تعرفوها البنات مرحبا في اي وقت، على الراس والعين، ونتمنى تكونوا استفدتوا. وبسلامه عليكم حتى الغدا ان شاء الله. البنات غادي ندير لكم فيديو على الطرق ديال كيفاش تنظفي المهبل ديالك والجهاز التناسلي ديالك بطرق طبيعيه في الدار وصحيه وغير مضره ان شاء الله. نتمنى نكون فدتكم البنات، وشكرا بزاف، وسمحوا لي الا طولت.